بجد الجمبري بالطريقة دي حلو جدا. ده جمبري بلدي، هتقشريه والقشر طبعا هتغسليه وهتعملي شوربة زي ما عملت كده قبل كده كتير. فلفل الوان معانا، وهنجيب بصلتين حلوين كبار كده وهنفرمهم في الكبة وهنحطهم في الصينية. نعمل صينية جمبري تحفة مفيدة جدا. وبعد كده هنقلبهم في النار لغاية ما يستووا. وطبعا خلاص يعني لازم تشيليهم علشان الجمبرية ما تجمدش معاكي ويبقى طعمها ناشف. لا، احنا هنشيل الجمبري كده من البصل بعد ما استوى. تمام. وهنحط طماطم. لما الطماطم تغلي وتستوى حط عليها التوابل اللي انت بتحبيها. انا غطيت عليها عشان تستوى بسرعة. تغلى كده شوية وبعد كده لازم أن تكون الطماطم سخنة جدا. هنحط كمان المكرونة. هنحط المكرونة كده ونقعد نقلب فيها لحد ما تستوى. احس ان هي لزقت كده وبتلزق تحت في الصينية، يبقى كده خلاص استوت. هنحط عليها الفلفل الالوان وهنقلب كده. نشويات وخضار اهوت الفلفل الالوان. خلاص حسيت ان هي استوت كده قلبي على طول لحد ما تحس ان هي استوت. عايزة تحطي حبة شطة حطي، تبقى جميلة جدا. غطيت عليه عشان تكمل سويها بالمنظر ده، وحط شوية فلفل حلو. وبعد كده بعد ما استوت خالص هنقلب تاني الجمبري فيها. طعمها بجد بجد تحفة. المكرونة بالجمبري طعمها جميل قوي قوي قوي. ممكن تاكلها بالمنظر ده وخلاص على كده. بس انا طبعا هحط لها كمان بروتين هتبقى جميلة قوي. بعد الأول ما تتقلب خالص 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 المكرونة في الجمبري ونشفت خالص كده وبقت جميلة. حطت لها كام جمبرية كده بقشرها، حطيتهم على الوش. وهحط كمان البيض. البيض مفيد جدا وطعمه حلو قوي. كل واحد ياخد قطعة بالبيضة فيها. هتشوفوني دلوقتي وانا بغرفها محطوطة في الطبق ازاي، متقدمة ازاي. حلو قوي وجربيها. مش عايزة تحط البيض خلاص مفيش اي مشكلة. عايزة تحط البيض حطيه ورش عليه شوية ملح وشوية فلفل وغطى عليها علشان البيض يستوى. بجد تحفة وجميلة جدا وطعمها حلو قوي. فيها مكونات بتفيد كله، مش هنقول الأطفال بس، لا طبعا. طعمها تحفة. جربيها وهتدعيلي حلوة قوي. ودي شوربة كمان الجمبري. شوفي بيضة وجميلة ازاي.